بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل سمك المشوي في الفرن. يلا نشوف الطريقة. هنجيب فلفل اخضر ونقطعه وفلفل الوان ممكن وتوم وخضرة شبت وبقدونس وكزبرة وجزر مبشور وبصل متخرط صغير اهو. بصل، توم، فلفل، خضرة، جزر. دي التوابل: ملح وكمون كتير وكزبرة وحبة فلفل اسود وهرسة شطة. دي كل المكونات اللي هنستعملها. يلا هناخد حبة جزر، نقسم نص الخلطة على نصين. هناخد نص كده والنص التاني نخليه على جنب. وهنحط نص الهريسة برضو، هريسة الشطة. عايزة تحطي، مش عايزة براحتك يعني. ونحط برضو نص الملح ونص الفلفل ونص التوابل، الكزبرة، ملح وكمون وكزبرة وحبة فلفل اسود. الخضرة، وحاطين في الخضرة شبت وبقدونس وحبة كرفس اخضر. هنقسم الخلطة على نصين، نص هنحشي بيه ونص تاني هنخليه للخلطة، وحبة خل وليمون طبعا. حط ليمون كتير، السمك بيحب الليمون. كده احنا قاسمين الخلطة نصين. ودي كده الخلطة النص التاني. هنحطها في اي حاجة كده، ببولة ولا اي حاجة، ونقلب الخلطة كلها على بعضها. دي اللي هنحشي بيها السمك، نقلبها عشان نعرف نقلبها كويس. حطيناها في حاجة اوسع. دي كده بعد ما قلبناها. بعد ما قلبنا الخلطة بقى، يلا نجيب السمك ونحشيه. هنحشي قلب السمكية، هنحشيها كده. انا جايبه سمك صغير علشان هنشويه في الفرن. يلا لحد ما نحشي الكمية كلها. اهي كده. كده ونحشي الكمية كلها. وهنا بقية الخلطة اللي احنا شلناها هنجيب مية
ونعصر عليها ليمون وتوم، وهنحط عليها بقية الخلطة اللي هي الجزر والثوم والبصل وبقية التوابل اللي احنا شلنا منها نصها في اول الخلطة. هنحط بقى بقية الهريسة حتة صغيرة، عايزين تزودوا بقى براحتكم. ودي بقية التوابل، ملح وكمون وكزبرة، وده جزر، وده توم مع حبة بصل. دي الخلطة اللي بعد ما هنشوي هنحطها عليه. نحط حتة توم، اللي حطيناه في الاول كان البصل، ده توم اللي احنا مفرزين. وتظبطي بقى الملح بتاعها. حبة خل وليمون اساسي، وحطي ليمون كتير، السمك بيبقى عايز ليمون كتير. ظبطي بقى الملح كويس، ندوب بس الملح كويس. وهنحط هنا بقى الصاج، وهنحط الردة، ونرص بقى السمك في الصاج عشان ندخله الفرن. كده تعوصي السمكية الردة كويس من كل ناحية. وهنرصه بقى في الصاج. وكده عملنا الكمية كلها، هنحطها في الفرن بقى. ودول فاضوا حطيناهم في صينية تانية. كده بعد ما طلع من الفرن حطيناه بقى في الدقة اللي احنا عملناها اهي.
تطلعيه من الفرن على طول وهو سخن، تحطيه في الدقة، تحطيه في مصفى الصف. وشويناه بقى، ولا دخلنا الدنيا ولا عملنا. جيت بقى الحبة الاخرانيين اللي هم في الصينية الصغيرة، لسه هقعد استنى بقى لما يتحطوا في الفرن، رحت شويهم من فوق. لازم تحطيه في الدقة كده عشان ايه، يشرب منها وينزل في المصفى الزيادة. ودول الحبة اللي باقيين بقى، انا قلت لسه هولع لهم الفرن تاني، رحت عاملاهم من فوق. اهو بس بقى، اما بتعمليه من فوق البوتاجاز بيدخن الدنيا، انما جوه الفرن ما بتحسيش بالدخان ده خالص. بس انا عملتهم عشان كنت مستعجلة، قلت لسه هقعد استنى في الفرن تاني، فعملتهم من فوق. هما كانوا كام واحدة يعني. اه، حطيتهم بقى في الدقة تاني زي الباقيين. وكده بقى بعد ما اصفى خلصنا. وكده بقى تعملي جنبي حبة رز، تاكلي جنبي سلطة وحبة طحينة بالعيش، تاكلي زي ما انت عايزة بقى، تعملي حبة رز جنبيه براحتك. اه، بقى تحفة، طعمه تحفة. السمك الصغير ده اصلا بيبقى جميل في الشوي، احلى من الكبير. ايه رأيكم؟ اتفضلوا معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يعجبكم. ده شكله النهائي. اه، ده شكله ايه، شكله كده يتاكل من غير اي حاجة. ده احنا كنا بنجيبه كده نفصصه ونقعد نتسلى بيه. سلام.